المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تنظيم ماراثون أسمر الأحد القادم. مشاريع تحسين حياة أسر الشهداء تحقق نتائج مرضية. الإريتريون في جنوب غرب الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الاستقلال. واشنطن تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان. آلاف من متمردي فارك يعودون لحمل السلاح رغم اتفاق السلام. والصين تطلق للمرة الأولى صاروخا فضائيا من البحر. أهلا بكم مشاهدينا. سيتم يوم الأحد القادم 9 من يونيو تنظيم ماراثون أسمر بمشاركة أكثر من 50 عداء من دول شرق أفريقيا. وأوضح الاتحاد الوطني لألعاب القوى أن المشاركين في السباق هم عداؤون من إثيوبيا والسودان ويوغندا وجنوب السودان وكينيا وتنزانيا، وسيصلون أسمرا يوم غد الجمعة 7 من يونيو. وذكر الاتحاد بأن السباق سيشارك فيه العداؤون فرزجي مكنن وبيترو مامو وفرزجي طقاي وقرماي تكابو ومحاري طقاي وحاج حامد وتسفى برهان استيفانوس وفرج حامد وقال آب سلمون وكبروم قرز كهير ويوناس يعقوب ودبساي طقي وغيرهم، وهم من جميع الأقاليم وقوات الدفاع. وينطلق سباق الماراثون من سيتي بارك وينتهي في ساحة الفاتح من سبتمبر، قاطعا مسافة 42 كيلومترا في جولتين. وقد تم تخصيص مبلغ 16,500 دولار كجوائز للفائزين. كما سينظم سباق نصف الماراثون في نفس اليوم إلى عدائين يمثلون الأقاليم وقوات الدفاع. وأشار الاتحاد الوطني لألعاب القوى إلى توقع مشاركة أكثر من 20,000 مهتم في السباق الجماعي الذي يبدأ من سيتي بارك الساعة 7 صباحا. في إطار الجهود والمساعي الجارية لتحسين حياة أسر الشهداء والمحتاجين، حقق البرنامج الموضوع في 4 مديريات في إقليم القاشبركة لتنمية البساتين على شكل مجموعات حقق نتائج جيدة. وقد بدأ البرنامج الذي يشرف عليه الإقليم الغربي للتصدي والتنمية بضواحي بولينا مديرية موقي وبيمبينا مديرية شامبوقو وعناقولو بمديرية بارونتو وتوكومبيا بمديرية أعالي القاش، حيث تم اختيار 20 مواطن في كل ضاحية وشرعوا في استصلاح وتنمية 10 هكتارات. وأوضح السيد فرانكو كوبابا من اللجنة التنفيذية أن المشروع الواقع في 40 هكتارا والذي يخدم 80 من أسر الشهداء والمحتاجين كانت بدايته عبر دعم الآليات الحكومية وقيام أعضاء قوات الدفاع المرابطين في تلك المناطق بتمهيد الأراضي وحفر الآبار. وأوضح السيد فرانكو أن الأعمال المباشرة سوف تتسع في المستقبل بصورة مدروسة، مذكرا المستفيدين لتسخير الدعم الحكومي كبداية لتعزيز تأطيرهم وبذل جهود حثيثة لإنجاح المشروع. وذكر المستفيدون في إطار الآراء التي أدلوا بها بأن الدعم الحكومي المقدم لتحسين معيشتهم وجعلهم مواطنين منتجين في مناطقهم عمل مشجع، مؤكدين على العمل الدؤوب للاعتماد على ذاتهم وأن يكونوا نموذجيين في محيطهم. ووفق البرنامج الموضوع بدأت الأنشطة في بيمبينا وتوكومبيا، فيما توجد الأنشطة الجارية في ضاحيتي فولينا وعناقولو في بداياتها بعد اكتمال عملية التمهيد وحفر العبار. وعلم بأنه سيقدم لهم دعما متمثلا في البذور المحسنة والجرارات من أجل تسيير أنشطة زراعية فعالة في خريف هذا العام في المشاريع الأربع. احتفل الإريتريون في مدن لوس أنجلوس ولاس فيغاس وسان دييغو بجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 28 للاستقلال المجيد. وأفادت الأنباء الواردة من هناك بأن الاحتفالات التي شارك فيها أصدقاء إريتريا من الأجانب عكست جمال وتنوع الثقافة الإريترية، وقدمت فيه إدارة مدينة لاس فيغاس رسالة تهنئة بالمناسبة. وقدمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في هذه المدن مساهمات في المناسبة لصالح بناء مركز تدريب المرأة المخطط له في مدينة مصوع.
أكد سكان ضاحية بويا في مديرية قلعلو بأن مشروع خدمات المياه والتعليم والصحة الذي شيدته الحكومة شجعهم في تسيير حياة مستقرة عبر التجمع في مكان ملائم. وأوضحوا لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أنهم يتنفسون صعودا للحصول على خدمات مياه الشرب الصالحة التي تعمل بالطاقة الشمسية وجهود مكافحة الأمراض. وأشاروا إلى أنهم يحصلون على خدمات تعليم جيدة لبناء مدرسة تستوفي المواصفات التعليمية في مكان مناسب، مما ساعد على تحفيزهم من أجل تعليم أبنائهم ومنح التعليم اهتمام أكبر. كما أوضحوا ازدياد المنازل السكنية والمؤسسات التجارية، وأفادوا بأن ضاحيتهم خير دليل على أهمية التجمع. من جانبه قال مدير الضاحية السيد سليمان إبراهيم أنهم أدركوا أن عدم التجمع يضر بحياة الأسر وخاصة المرأة والأطفال، مؤكدين بأنهم سيستفيدون من هذا التجمع كثيرا. وطالبوا بأن تتاح لهم آليات لتوسيع مشروع مياه الشرب المشيد في منطقتهم تماشيا مع تزايد الكثافة السكانية، وأن توظف لهم شركة حارات وسائل النقل لوجود طريق ممهد وجيد ومنح خدمات الكهرباء والاتصالات اهتمام أكبر. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تسعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان قيمتها أكثر من $2 مليار، وذلك في خطوة تثير على أرجح غضب الصين في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأضافت المصادر أن مذكرة غير رسمية حول الصفقة المقترحة أرسلت إلى الكونغرس الأمريكي، وتشمل الصفقة المحتملة 108 دبابات من طراز براميز تنتجها شركة جنرال ديناميكس بقيمة نحو $2 مليار، بالإضافة إلى ذخيرة مضادة للدبابات. وعلى مدى عدة سنوات كانت تايوان تسعى إلى تحديث عتادها من الدبابات الأمريكية الصنع، والذي يشمل دبابات من طراز M60 باتون. والولايات المتحدة هي مزود الأسلحة الوحيد لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها، ولم تستبعد قط فكرة اللجوء إلى القوة لاستعادة الجزيرة إليها. ولاحقا عبرت وزارة الخارجية الصينية عن بالغ قلقها حيال مبيعات أسلحة أمريكية للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. أفاد تقرير سري للمخابرات العسكرية بأن ثلث المقاتلين في الجيش السابق لحركة فارك المتمردة في كولومبيا عادوا لحمل السلاح في أعقاب اتفاق السلام المبرم عام 2016، مما يمثل مخاطر أمنية متزايدة في البلاد. ويحدد التقرير الداخلي عدد المقاتلين المنتمين لجماعات انشقت على حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك بنحو 2300، في زيادة حادة عن نحو 300 وقت اتفاق السلام المثير للجدل. ومع توقيع الاتفاق سلم قرابة 13,000 عضو من حركة فارك، منهم أكثر من 6,000 مقاتل، أسلحتهم لتدميرها، وأنهوا من جانبهم حربا استمرت 5 أعوام وحصدت أرواح ما يربو على 260,000 شخص وشردت الملايين. ويسعى الرئيس إيفان دوكي لتغيير اتفاقات السلام التي بفضلها حصل الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس على جائزة نوبل للسلام، لأنه يقول أنها متساهلة أكثر مما ينبغي تجاه فارك. أطلقت الصين صاروخا فضائيا من البحر للمرة الأولى، مما يسمح لها بتأكيد طموحاتها في سوق تثبيت الأقمار الاصطناعية التجارية في المدارات. وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أن صاروخا حاملا لونغ مارش 11 أطلق بمنصة في البحر الأصفر الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية. وحمل الصاروخ على متنه 7 أقمار اصطناعية، قمران للتجارب و5 تجارية. ويكتسي استخدام منصة إطلاق متحركة في البحر عدة مزايا، إذ يساهم في تقريب الصاروخ من خط الاستواء حيث يستفيد بشكل أفضل من دوران الأرض، كما يقلل إطلاق الصواريخ من البحر بعيدا عن المناطق السكنية من مخاطر سقوط شظايا في حال وقوع حادث. وتستثمر الصين مليارات في برنامجها الفضائي الذي يقوده الجيش، وثبتت حتى الآن لحسابها أو لحساب دول أخرى عدة أقمار في المدار.
مرتدية بلوزة بيضاء وشعرها من الأسود ينسدل على كتفها، تبدو أيدا كأي فنان يدرس ما سيبدعه قبل أن يشرع في الرسم باستخدام الورقة والقلم، غير أن الصفير الصادر من ذراعها الآلية يكشف سرها، فهي مجرد روبوت. وفي الأسبوع المقبل تفتتح أيدا التي توصف بأنها أول روبوت فنان في هيئة إنسان ويعمل الذكاء الاصطناعي في العالم، تفتتح أول معرض فني لها ليضم 8 رسومات و20 لوحة وأربعة أعمال نحتية وغيرها. ويقول مخترعها البريطاني وصاحب صالة العرض إيدن ميلر أن أيدا تقدم صوتا جديدا لعالم الفن، ويمكن للروبوت أيدا أن ترسم بالنظر بفضل كاميرات في مغلة العين وخوارزميات للذكاء الاصطناعي طورها علماء بجامعة أكسفورد تساعدها على إرسال إحداثيات لذراعها لإبداع أعمال فنية. ويفتتح معرض الروبوت أيدا في 12 من يونيو في بارن جاليري بكلية سانت جونز التابعة لجامعة كامبريدج. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.